المستجدات الخاصة بمركزية الظاهر تزيد من الضغط على هشام أيتمنى. انتقال حركاس للسعودية ينعش خزينة الوداد. لعب المنتخب الوطني للمحليين العناصر الوطنية واعية بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم أمام زامبيا. والآن إلى التفاصيل. المستجدات الخاصة بمركزية الظاهر تزيد من الضغط على هشام أيتمنى. أكدت الودية الأخيرة الماضية للوداد الرياضي أمام السد القطري ضرورة إنجاز الأحمر لصفقتين يدعم بهما جانبيه الأيمن والأيسر على مستوى الخط الخلفي. وشكلت المستجدات الأخيرة الخاصة بالتعاقد مع أيوب العملود ويحيى عطية الله صدمة للجماهير الأحمر بعدما كان منتظرا أن يتم التعاقد معهما أو مع إحداهما. وخرج اللاعبان وكذب كل ما راج حول تواصلهما مع المكتب المسير الحالي للوداد، إذ أكد اللاعبان إنهما لم يتواصلان مع رئيس الوداد هشام أيتمنى أو أحد مساعديه. وتزيد التصريحات الأخيرة للاعبين من الضغط على هشام أيتمنى الذي بات مطلوبا بضم لاعبين في مركز الظهير الأيمن والأيسر من أجل تدعيم الفريق وإنهاء الأزمة التي إن استمرت قد تكلف الفريق انتصارات ونقاط هامة. انتقال حركاس للسعودية ينعش خزينة الوداد. سينعش انتقال المدافع جمال حركاس إلى نادي ضمك السعودي خزينة الوداد الرياضي بمبلغ مالي مهم بعد أن كشفت تقارير إعلامية أن الصفقة بلغت قيمتها حوالي 600 مليون سنتيم في انتظار إلى الإعلان الرسمي من جانب الناديين. حركاس الذي انضم إلى الوداد قبل موسمين بصم على حضور قوي في الخط الخلفي قبل أن يتراجع مستواه التقني، ما جعل الطاقم التقني بقيادة المدرب محمد أمين بن هاشم يقوم بإبعاده عن التشكيلة الأساسية للنادي، حيث لم يلعب سوى دقائق معدودة في كأس العالم للأندية. وعلى حسابه الرسمي في الانستغرام نشر العميد الودادي السابق رسالة وداع مؤثرة قال فيها: أكتب هذه الكلمات مع قلب مليء بالامتنان والفخر، وأنا أودع مرحلة مهمة من مسيرتي الرياضية مع الوداد. إنها لحظة صعبة ولكنها جزء من رحلة طويلة مليئة بالتحديات واللحظات المتميزة التي ستظل خالدة في ذكرياتي. كما وجه الشكر العميق لكافة مكونات النادي من إدارة والطاقم التقني واللاعبين إلى الجماهير الوفية الذي دعمته، قبل أن يختم برسالة صريحة: وداعا، لكن حب الوداد سيظل في قلبي إلى الأبد. لعب المنتخب الوطني للمحليين العناصر الوطنية واعية بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم أمام زامبيا. أكد لاعب المنتخب الوطني للاعبين المحليين لكرة القدم يوسف بالعمري يوم الأربعاء بنيروبي أن العناصر الوطنية واعية بحجم المسؤولية الملاقاة على عاتقهم. بالمناسبة، المباراة التي ستجمع غدا الخميس أمام منتخب زامبيا ضمن الجولة الرابعة من المنافسات المجموعة الأولى للبطولة كأس إفريقيا للاعبين المحليين 2024. وقال بن عمري على هامش حصة تدريبية للمنتخب الوطني للاعبين المحليين على ملعب ساكو بالعاصمة الكينية أنهم سيواجهون خصما سيبذل كل ما في وسعه وسيلعب دون أي ضغوط، مضيفا أن اللاعبين والطاقم التقني مدركون تماما حجم المسؤولية الملاقاة على عاتقهم من أجل تحقيق نتيجة إيجابية. وأوضح بالعمري: علينا تفادي الأخطاء في هذه المباراة ونحن عازمون على تحقيق الانتصار والعودة إلى المنافسة. ومن جانبه أكد لاعب المنتخب الوطني أيوب خيري أن لاعبي المنتخب تحدوهم رغبة قوية في الفوز على زامبيا، وقال: سنسعى للظفر بالنقاط الثلاث التي تعتبر مهمة جدا في هذه المرحلة من المنافسة. وأوضح خيري: لدينا كل الحظوظ لتحقيق نتيجة جيدة وقد استعددنا لذلك بشكل جيد، مؤكدا أنه سنفعل كل شيء من أجل تحقيق الانتصار وإهداء الفوز لجمهورنا. وسيخوض المنتخب الوطني مباراته ضد نظيره الزامبي على أرضية ملعب كاساراني في نيروبي انطلاقا من الساعة 3 بعد الزوال بتوقيت المغرب. ولو وصلتي حتى لهنا لا تنسى دعمنا باللايك والاشتراك في القناة ليصلك كل جديد.